إيناس تحت التهديد، إيناس تحت الضرب، إيناس تحت العنف. وفي نفس الجهة نطالب موزو بعقد مدني يحفظ إيناس وحقوق إيناس. شو هالتناقض؟ إيناس تحت التهديد وتحت الضرب وتحت العنف، بدكم تحكموا عليا تعيش طول الحياة تحت العنف وتحت التهديد وتحت الضرب من واحد عم تقولوا عنه السوري عم يضربه ويطلع على ظهره وعلى كتافه. طيب إذا إيناس عايشة تحت التهديد وتحت العنف، شلون عم بدكم عقد مدني بيني وبين هالبنت وتكفي حياتها معي كلها وتضل عايشة تحت التهديد وتحت الضرب وتحت العنف؟ شو هالتناقض؟ يعني أبدا مو ظابطة. لما تطلعوا تنصحوا اعرفوا ما تخربطوا وما تكذبوا. بطلع بقول لها لإيناس أنا أنت تحت التهديد وتحت العنف، بعدي عن هذا الزلمة، اتركيه. ما بنقول له بدنا ثاني يوم عقد مدني، بدنا عقد على سنة الله ورسوله. هلا برجع لهي النقطة. تمام. أول شيء في أشخاص طلعوا طالبوا بعقد على سنة الله ورسوله، فجأة صار عقد على سنة الله ورسوله ما عاد ينفع، صار لا مو هيك. لكن أول شيء الكومنتات وهن الناس اللي بيحبونا شو اخطبها تزوجها اكتب كتابك عليها هيك. تمام. لنوه أول شيء لشغلة قبل ما أرجع تبع العقد. طول عمركم تيجوا لعندي تقولوا لي موزو لا تترك إيناس بفرنسا، موزو لا تخلي إيناس عايشة لحالها بفرنسا، موزو هنيك في وحوش، موزو هنيك في ناس خليها تحت جناحك. طلع موزو راح جاب إيناس من فرنسا وحطها تحت جناحه بألمانيا. تمام؟ أنا اللي جبتها وأنا اللي فوتها من الحدود وأنا اللي معيشها هون تحت جناحي، مو معيشة بمصرياتي، تحت جناحي بحمايتي. تمام؟ هاي البنت ما بتقدر تعبر ولا حدود إذا ما مع وراء، حتى لو ما كان مع وراء هلأ مع وراء. تمام؟ حتى لو ما كان مع وراء هلأ مع وراء. تمام؟ تمام. الشرطة بهولندا وقفتنا ووثقت هذا الموضوع بالسناب. أنا هاي البنت لو ما عندها أوراق كانت شحطت من الحدود. تمام؟ تمام. نرجع لموضوع تاني. فوبيا. في وقت من الأيام أنا وهي البنت حبيبي فوبيا العز والزلمة كنا فاتحين لايف وعم نعمل تمثيلية، يعني مشهد تمثيلي شلون إذا تعرض لشاب هي شلون راح تتعامل. تبع الشرطة إذا بتتذكر. تبع الشرطة، يعني كنا عم نعمل مشهد تمثيلي إنه أنا إذا إجت لعندي بنت شلون راح أتصرف، وهي نفس الشيء إذا إجا لعندها شاب شلون راح تتصرف. فبهذا المشهد أنا لما هي غازلتني ضربتها على كتفها. تمام؟ فبضربتها هي على كتفها الشرطة كانت ورانا وزمرت، وأنا سكرت اللايف وضليت يومين رايح أنا والبنت عند الشرطة. هل لو هي البنت ما عندها أوراق، بس ثواني بعد إذنك حبي، هي البنت لو ما عندها أوراق وأكلت كف مني والشرطة شافت ورحنا على المركز وشافوه تحت العنف وتحت التهديد وتحت القتل، بيتركوني أنا أطلع؟ لك لا، لو انا صح مهدده وحاسه بالخوف وانا عم انضرب صارت عند الشرطه فينا تحكي الشرطه وراي هنيك بعمل حالي هيك. لك لا صرتي فت على المركز انت. فت على المركز وعطيتهم اوراقي انه انت مين. لا وعطيناهم اثباتات من لايفنا ومن فيديوهاتنا انه نحن بنعمل محتوى، نحن بنقدم شغلات. هل الشرطه غبيه ولا عم يطلعوا يحكوا اذكياء؟ الله يا ربك يا ربك يا ربك. اول شغله هي البنت لو كانت تحت التهديد وتحت الضرب وما عندها مخرج ثاني ومحاصره مني وانا اخذ لها تليفونه وانا كذا، صارت بمركز الشرطه جوا، ما فينا تقول لهم يا شباب خلصوني منه لهالمجرم؟ كان فينا تقول. بعطيكم حل ثاني. هي البنت باجريها راحت عند رفقاتها بعيدين عني 5 ساعات وسكنت عندهم لمده قديش؟ 10 ايام؟ بجوالها باغراضها بتيابها. ما كان عندها الفرصه انه تهرب مني، ما كان عندها الفرصه انه تحكي مع اهلها، تروح عند الشرطه، ما كان عندها الفرصه تقدم بلاغ هنيك، ما كان عندها الفرصه تحمل حماله وتحجز وتروح على بلدها وترجع على فرنسا اذا هي مهدده عن جد وعم تاكل قتل. تمام. نرجع بنقول للاشخاص اللي عم يصدقوا هذه الشغلات بجوز سكوتنا غركم، سكوتنا خلاكم تصدقوا. تمام؟ بتدخل ايه راح اعطيكم شغله. لو اشخاص مؤثرين في الجزائر محترمين
عندهم محتوى جميل، مؤدبين، ما عندهم سمعة سيئة قبل. بيقول لك البيت من الإزاز لا يرمي الناس بالحجارة. لو عندهم سمعة نظيفة وطلعوا هدروا علي، لا اكمل الشحاطة وحطها بتمي وقول هدول أشخاص سجلهم نظيف، منصدقهم. أشخاص نظيفين عم يحكوا عم ينصحوا. هل صارت النصيحة طعن بالشرف؟ أنا خايفة على إيناس، بدي أنصحها أطعن بشرفها، أحكي إنه في أشخاص عم يعملوا معها الفاحشة وما بعرفوا تتهمني أنا وأصدقائي؟ هل هي نصيحة؟ طعن بشرف؟ لإلكن هي الشيء. الفيديو اللي إيناس قاتلة فيه ضرب كف تبع أونجير، هذا الفيديو أنا مخطط له أنا ورفيقي إنه نضرب كف، ويا سبحان الله الفيديو نازل بصفحة إيناس، وانا اللي قلت له. ويا سبحان الله الفيديو مثبت بصفحتها وهي معرضة للتعنيف ومعرضة للضرب، ويا سبحان الله الفيديو بصفحتها وهي طلبت مني انه انا صوره. يعني لو انا بدي استغل هذا الشيء لمشاهدات، بيجي عندي ناس بيقول لها تعال صور هذا الكف عندي.